أكثر من 22 مليون طالب وطالبة. هي الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أترك مسامرة الليلة قبل النوم لابنتنا الحبيبة الغالية الفاضلة، قرة عيوننا وفلذة أكبادنا وحشاشة فؤادنا، شام البكور. وكأني بابنتنا الغالية توجه رسالتين. الرسالة الأولى إلى جميع الأبناء والبنات، وكأنها تقول إلى جميع إخواني وأخواتي: أريدكم أن تنظروا إلى هذا المشهد عندما بكت أمي وهي ترى ابنتها قد أنعم الله عز وجل عليها بالفوز في مسابقة تفوقت فيها على أكثر من 22 مليون متسابق. فانظروا أحبائي في الله كيف كادت أن تموت من الفرح. ومن ثم فعلى كل ابن بار وكل ابنة بارة يريدان أن يبر والديهما فليعلما أنهما لن يجد وسيلة للبر أفضل ولا أحسن ولا أعلى ولا أسمى ولا أكرم من التفوق في المجالات الطيبة التي يدخلون بالتفوق فيها السرور في قلوب آبائهم وأمهاتهم. فهذه أول رسالة لجميع إخواني وأخواتي، خاصة لمن امتحن وابتلي بموت أحد أبويه. فاعلم أخي الحبيب وعلمي أختي الحبيبة بأن بر الوالدين لا ينقطع بموتهما. فمما كان يشحذ همتي ويرفع عزيمتي ويقوي دافعي لما أنا فيه من القراءة والفهم والتلخيص أن كل ما أفعله هذا في ميزان حسنات أبي رحمه الله. ومن ثم فالابن البار والابنة البارة لا تفقد من أبيها المتوفى أو من أمها المتوفاة، لا تفقد منهما إلا الصورة فحسب، ولكن يبقى المنهج ويبقى الذكر وتبقى كل الأعمال الصالحة التي تعلمناها من الآباء والأمهات، كما تبقى الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل ونرجو بها أن يرفع الله سبحانه وتعالى قدر آبائنا وأمهاتنا في الآخرة. فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم، واعلموا رحمني الله وإياكم أنه لا سبيل لكم إلى أن تصلوا إلى ما أنعم الله عز وجل عليه بالوصول إليه إلا عندما تخاصمون كل ما في أيديكم من أجهزة الكمبيوتر واليوتيوب والفيسبوك وغير ذلك من الأشياء التي لا نجني من ورائها إلا الخراب في الدين والدنيا عياذا بالله عز وجل. هذه هي الرسالة الأولى لإخواني وأخواتي الذين يتمنون أن يكونوا مثلي ويتمنون أن يدخلوا السرور على آبائهم وأمهاتهم ويتمنون أن يكونوا بارين بآبائهم وأمهاتهم حتى الذين قضوا نحبهم وسبقونا إلى الله سبحانه وتعالى. أما الرسالة الثانية فهي إلى آبائنا الكرام وأمهاتنا الكريمات. أقول لكم جميعا: اعلموا رحمني الله وإياكم بأن الله سبحانه وتعالى ما أنعم علي بما أنعم علي به عندما خرجت من بطن أمي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فأنا خرجت من بطن أمي كما خرج سائر الأبناء والبنات لا نعلم شيئا، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فثم أشخاص لا يشكرون نعمة السمع والبصر والفؤاد ويستخدمون ذلك في متابعة الأفلام والمسلسلات والألعاب الإلكترونية والفيديو جيم والبلاي ستيشن وغير ذلك من الأشياء التي تدمر الدين والدنيا. فاعلموا رحمني الله وإياكم أيها الأبوان الكريمان يا من ترجوان أن تريا أبناءكما وبناتكما في المنزلة التي رفعني الله عز وجل إليها، أنه لا سبيل لكم إلى رؤية أبنائكم وبناتكم فيها إلا بمخاصمة كل أجهزة الكمبيوتر واللاب
الفيديو جيم والبلاي ستيشن. طبعا أقصد الاستخدام التافه، أقصد الاستخدامات التافهة التي تضيع الأعمار، وأن يتفرغ الأبناء والبنات للقراءة. فيجب أن تفهموا جيدا ويجب أن تعلموا جيدا أن هذه الفصاحة الفائقة وهذا البيان الساحر وتلك اللغة الرائقة ما كان لي أن أصل إليها أبدا وأنا أمام التلفاز والمسلسلات. فلا يخفى عليكم أنكم تسمعون الكثيرين ممن وصل إلى درجة أستاذ دكتور في اللغة العربية وينادى بلقب بروفيسور، ومع ذلك أسلوبه ركيك ولم ينعم الله عز وجل عليه بشيء مما أنعم الله عز وجل به عليه، وما ذاك إلا أنه يقضي حياته بين الأفلام والمسلسلات الركيكة. فلا يمكن أبدا لمن يجلس أمام هذا المستوى المنحط والمبتذل والحضيض أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بما أكرمني به الله من الرقي في اللغة والسمو في التعبير. فاتقوا الله عز وجل في أبنائكم وبناتكم، ومن الآن أعدوا لهم منهجا قويما يقوم على القراءة. فما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بأن القراءة كانت هي العمل الوحيد الذي أتقنه في هذه الدنيا. ليس فقط بأن القراءة كانت هي العمل الوحيد الذي أتقنه في هذه الدنيا، بل هي أيضا كانت الترفيه الذي أرفه به عن نفسي. وإذا سألتموني كيف ترفهين عن نفسك بذات العمل الذي تعملينه، أقول لكم بأن القراءة نوعان. فهناك قراءة تقوم على الدراسة والتركيز، هناك قراءة تقوم على الدراسة والفحص والتنقيب والتدبر والتفكر لكل حرف واستخراج الفوائد والعبر والدروس والتلخيص، وهناك قراءة، والقراءة الأولى هي القراءة التي أقوم بها وقت العمل، وأما القراءة التي أقوم بها وقت الترفيه فهي قراءة أفعلها وأنا مسترخية، فأقرأ باسترخاء، ثم بعد ذلك فيثبت في عقلي ما شاء الله له أن يثبت، وما لم يشأ الله له أن يثبت فلا بأس، فإنما أنا أرفه عن نفسي بقراءة بعض من القصص الهادف الذي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعني به في الدين والدنيا. وبهذا رفع الله قدري وعلى الله منزلتي بفضل رحمته الواسعة. والحمد لله، الحمد لله الذي أكرمني وجعلني سببا في قرة عين أمي التي تعبت وسهرت على تربيتي، والحمد لله الذي جعلني سببا في إكرام أبي في قبره، وسببا في رفعة أبي في درجاته في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما أرجو له إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذه نصيحتي لإخواني وأخواتي، وهذه نصيحتي لآبائي وأمهاتي. بارك الله فيكم جميعا، وإني والله لأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع أبناء المسلمين وبناتهم من شر التلفاز والأفلام والمسلسلات والفيديو جيم والبلاي ستيشن، ومن شر كل هذه الألعاب المدمرة التي خربت عقول الناس ودين الناس وأخلاق الناس وأداب الناس، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا
الصدق الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى